في الفيديو ده هتعرف أهم 9 أسباب تخليك تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة. رقم 1، لأن هي عاصمة مش مدينة. العاصمة الإدارية مش بس مدينة، دي عاصمة لدولة مصر كلها، ومش بس مشروع سكني أو استثماري كبير، لأن مصر بتبني عاصمة جديدة بتقنيات متطورة ومعايير عالمية، والهدف إن هي هتبقى بديل للقاهرة، العاصمة القديمة اللي اتبنت من أكتر من 1000 سنة، وهيكون للعاصمة الإدارية الجديدة الأولوية في كل حاجة. وعشان كده الحكومة والوزارات وسفارات الدول الأجنبية والقصر الرئاسي كلهم هيتنقلوا هناك، وده أول سبب يخلي الاستثمار في العاصمة الإدارية ضروري لأي حد عايز يكون جزء من العاصمة الجديدة ويتابع التطورات ويستغل الفرصة بدري. وطبعا بناء عاصمة جديدة لدولة بحجم مصر واللي عدد سكانها أكتر من 100 مليون هو حدث استثنائي بكل المقاييس العالمية، وخصوصا على الجانب الاقتصادي، وهيخليها مدينة جاذبة للسكان من باقي المدن المصرية، وده هيخلي الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة مضمونة جدا. رقم 2، التنافس في العاصمة الإدارية الجديدة قوي. المشاريع في العاصمة الإدارية مليانة تنافس، لأن الشركات العقارية وشركات التطوير في العاصمة الإدارية مضطرة تلتزم بمعايير معينة من جهاز العاصمة الإدارية. الشركات لازم تطور أكتر من إن المباني يكون شكلها جديد وحلو عشان يقدروا ينافسوا، وده هيخلي الشركات العقارية يتسابقوا إن هم يقدموا مزايا تانية، وده عمل تطور وحاجات كتير ما كانتش موجودة في مصر وحتى في العالم العربي. وكمان التنافس الشديد ما بين الشركات رفع القيمة المادية المباشرة في أسعار الشقق والمحلات التجارية والوحدات الإدارية والطبية في العاصمة الإدارية، لأن التنافس خلى الشركات المطورة تقلل من هامش الربح بتاعهم أو يقدموا خطط دفع بتسهيلات عشان يكسبوا عملاء من الشركات المنافسة، وده خدم المستثمر وهو بيشتري وزود العائد على الاستثمار اللي بيبيع. رقم 3، لأنها عاصمة سياحية بتحطم الأرقام العالمية. العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت عشان تنافس باقي محافظات مصر على مستوى السياحة، وهي بتعبر عن الجانب العصري والمتطور من مصر. العاصمة الإدارية بتجذب المستثمرين وخصوصا اللي بيهتموا بالمباني العصرية والمتطورة. ففيها البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا بطوله 400 متر وتكلفته وصلت 3 مليار دولار. وفيها النهر الأخضر اللي طوله 35 كيلو متر وعلى مساحة 20,000 فدان، وكمان الحديقة المركزية في النهر الأخضر اللي هتزيد عن 1000 فدان، وهيكون فيها مسارح وبحيرات ومطاعم وكافيهات وأنشطة تانية ترفيهية. العاصمة الإدارية فيها مطار دولي وحي مخصص للسفارات بيجمع كل السفارات، وده هيدي فرصة للسياح إن هم يشوفوا العاصمة الإدارية. طبعا منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية فيها أكبر تجمع تجاري في مصر، وهتجذب الناس والمستثمرين من جوه ومن بره مصر. والعاصمة الإدارية فيها أطول ساري علم في العالم بطول 185 متر، والعاصمة فيها أكبر منطقة أبراج في مصر، وتعتبر من أكبر المدن المركزية في العالم بمساحة 168 ألف فدان، وده بيعادل مساحة سنغافورة. وكمان تعتبر أكبر منتزه في الشرق الأوسط، وكمان فيها مسجد الفتاح العليم أكبر مسجد في مصر والشرق الأوسط على مساحة 106 فدان وسعة 17 ألف مصلي، وفيها كاتدرائية ميلاد المسيح مجهزة ل 8000 شخص، وتعتبر الأكبر في مصر والشرق الأوسط. قبل ما نكمل بقية الأسباب، لو بتفكر تشتري في العاصمة وعايز تحقق أكبر عائد على استثمارك، سجل بياناتك وكلمنا وهنساعدك تحقق أعلى عائد. رقم 4، دعاية العاصمة الإدارية والعائد على الاستثمار. العاصمة الإدارية من أكبر المشروعات الوطنية اللي اتعمل لها دعاية من شركات التطوير والتسويق العقاري والحكومة المصرية. الدعاية الكبيرة دي خلت ناس كتير جدا مصريين وأجانب يستثمروا في العاصمة الإدارية، وحتى الناس اللي ما كانتش بتستثمر في العقارات قبل كده اتجذبت للاستثمار في العاصمة الإدارية. وبسبب الدعاية دي زاد الطلب على العقار في العاصمة الإدارية، وده ساعد في زيادة الأسعار كل سنة، وعشان كده أي حد بيستثمر في العاصمة مكسبه بيزيد باستمرار. ولو لاحظت هتلاقي إن الشركات العقارية الكبيرة كلهم مستثمرين مليارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وده بيثبت إن الخبراء واثقين جدا في الاستثمار ده. رقم 5، البنية التحتية المتميزة للعاصمة. بنية العاصمة الإدارية متميزة جدا وما ينفعش ما نتكلمش عنها، وخصوصا لو هنتكلم عن الاستثمار في العاصمة الإدارية. مصر استثمرت أكتر من 100 مليار جنيه مصري، يعني 6.5 مليار دولار على البنية التحتية لوحدها من غير المرافق العامة. الأرقام دي بتعكس قد إيه فيه اهتمام بالبنية التحتية، وإن الهدف إن العاصمة تكون مدينة ذكية وبتستخدم أنظمة حديثة ومختلفة. وطبعا ده غير البنية التحتية للطاقة وللمعلومات والاتصالات الخاصة، وأنظمة تخزين المعلومات وتوزيعها. وشبكات الصرف في العاصمة الإدارية بتتميز إن هي متصممة على أعلى مستوى عشان تصرف مية المطر، عشان كده الشهر اللي كان فيه مطر شديد التجمع غرق والعاصمة لأ. وكمان المترو اللي هيوصل ما بين الخط الثالث والعاصمة الإدارية والمونوريل، ده غير الطرق والمسارات والجسور والأنفاق.
كل ده هيأثر بشكل مباشر على نقل الناس والبضاعة من والعاصمة الإدارية، والنتيجة في الآخر هي جذب استثمارات كتيرة جدا وزيادة الإقبال على العاصمة الإدارية الجديدة يوم ورا التاني. العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة مستدامة لأن هي متغطية بنسبة من 60 ل 70% خلايا طاقة شمسية عشان توفر طاقة نظيفة ومتجددة، وكمان تقلل التلوث وتقلل استهلاك الكهرباء. وده التوجه العالمي اللي بتسعى ليه أغلب دول العالم، وهو الأساس اللي بتقوم عليه العاصمة الإدارية الجديدة، وده طبعا يعتبر دافع قوي للمستثمرين. كمان العاصمة الإدارية الجديدة بتعتمد على تدوير المخلفات والنفايات، وده بيقلل من المخاطر البيئية وبيخليها مكان صحي وممتاز عشان تقدر تعيش فيه، وفي نفس الوقت بيحافظ على المظهر الجمالي للعاصمة. والخطة إنه يحصل تدوير 100% للنفايات في العاصمة الجديدة. وطبعا عشان تبقى مدينة مستدامة كاملة لازم يكون في معالجة لمية الصرف الصحي، عشان كده اتبنت محطة لمعالجة المية من 10 مراحل هتستخدم في تغذية وري النهر الأخضر. وطبعا محطات الصرف هتكون بعيدة عن المناطق السكنية ومتوصلة بشبكة بيديرها جهاز إدارة العاصمة عشان يكتشفوا أي أعطال بتحصل بشكل سريع. كل دي حاجات بتخلي العاصمة مدينة مستدامة بمواصفات ممكن تنافس أو حتى تعدي اللي موجودة في دول العالم. قبل ما نكمل، لو عايز تشتري في العاصمة وخايف تختار غلط أو محتار، سجل بياناتك أو كلمنا وهنساعدك تختار صح وتستثمر بأمان. رقم 7، لأن العاصمة الإدارية هي العاصمة الخضراء. معظم مدن العالم بتبقى صناعية أو تجارية في المقام الأول، بس العنصر اللي مش بيكون موجود دايما هو الطبيعة. العاصمة الإدارية الجديدة مش هتبقى زيهم. الفكرة كانت إن هي تكون مدينة بتجمع ما بين الطابع المادي والطبيعة الخضراء. هي تعتبر مدينة صناعية تجارية لكن بتستخدم طاقة نظيفة ومستدامة، ولأن الطبيعة بتقلل الضغط والغضب والتوتر اللي بيجي من الشغل، وليها تأثير كويس على الجسم فبتقلل ضغط الدم والإجهاد. فمعظم المساحة في العاصمة الإدارية الجديدة خضراء، وكل شخص يقدر يستفاد ب 15 متر مربع من المساحات الخضراء، وده اللي بتحدده معايير الجودة العالمية. العاصمة الإدارية الجديدة كمان فيها مسطحات مائية وممرات للمشاة والعجل، يعني بتشجع على ممارسة الرياضة. كل ده بيخلي العاصمة الإدارية الجديدة مكان أحسن عشان تعيش فيه ومكان أنسب للاستثمار. سبب رقم 8، العاصمة تعتبر المكان الأمثل للسكن والمستقبل. العاصمة الإدارية هتبقى الحلم اللي ناس كتير كانت عايزة تعيش فيه، لأن مفيش مكان تاني في مصر فيه كل الحاجات الحلوة اللي هتبقى موجودة في العاصمة الإدارية. فكرة إن هي هتبقى عاصمة إدارية لمصر ده لوحده كفاية، وبكده هتجذب المصريين والأجانب إنهم يعيشوا فيها. ده غير إن هي بيئة صحية وبتستخدم طاقة نظيفة في مصر لأول مرة زي ما قلنا، ومدينة خضراء وحواليها مسطحات المية من كل الجهات، وهيبقى فيها صحة وراحة نفسية لكل اللي هيعيش فيها. طبعا كل اللي فات ده مهم، بس الأهم هو إن العاصمة الإدارية مش بس هتبقى النموذج المثالي للحياة الصحية، لكن إنها هتبقى مركز اقتصادي كبير كمان. فلو أنت ساكن في العاصمة الإدارية تقدر تستفاد بشكل مباشر من كل النمو الاقتصادي اللي هيحصل هناك، فتقريبا كل المشاريع والشركات الكبيرة والضخمة هتكون في العاصمة الإدارية، وده يوفر فرص شغل وتجارة كتير في كل المجالات. فلما تشتري شقة أو فيلا في العاصمة الإدارية أنت بتضرب عصفورين بحجر واحد، هتعيش فيها وهتستثمر فيها في نفس الوقت. رقم 9، حي المال والأعمال. الشغل في حي المال والأعمال بقى متطور جدا في العاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمارات فيه وصلت لمليارات الدولارات. المشروع ده بيضم أبراج تجارية وإدارية ومؤسسات مالية واستثمارية، وكمان في منطقة للبنوك المحلية والعالمية، وكمان في المحيط هتلاقي البنك المركزي ومطبعة الأموال. البرج الأيقوني موجود جوه حي المال والأعمال، ده غير 12 مجمع تجاري ومباني سكنية وفندقية. حي المال والأعمال هو أول حي متخصص في مصر، وهو معمول لكل حاجة متعلقة بالأموال والاستثمارات الكبيرة. الحي ده هيجذب البنوك والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، والخطة هي إن حي المال والأعمال يوصل لحاجة زي السيليكون فالي في كاليفورنيا، وهي تعتبر عاصمة التكنولوجيا في أمريكا، وكمان يكون زي وول ستريت وبنوكو. وأخيرا ما تفوتش فرصة إنك تشتري العقار اللي بتحلم بيه في مكان بالمميزات دي عشان اتأخرت. سجل بياناتك النهارده أو كلمنا وهنساعدك مجانا إنك تلاقي عقارك في العاصمة الإدارية الجديدة. وخليك فاكر على إننا بنركز على اللي يهمك عشان نقدم لك تجربة عقارية مخصوصة ليك، وكمان المناطق اللي بنرشحها لك بنبقى شايفها كويسة فبنستثمر فيها احنا كمان.